في شوية نصايح كده تعالى أقولك عليهم عشان لو عايزة تزودي تركيز الأطفال في الدراسة. أول حاجة تقللي المشتتات من حواليهم، يعني ما يكونش في أي إزعاج ودوشة حوالين الأطفال طول ما هما بيذاكروا. يعني لا تلفزيون شغال ولا حد مشغل أغاني ولا أخوه صغير طالع على الترابيزة جنبه يشد منه الكراسات وحاجات تشتت انتباهه. لازم نخليه يركز، يعني المكان اللي يكون قاعد بيذاكر فيه كده يكون مكان هادي وبيساعده على التركيز. تاني حاجة يكون التغذية بتاعته جيدة. يعني ايه؟ يعني حاولي تشوفي لو عنده اي نقص في فيتامينات او اي نقص في حاجة جسمانية، يعني تعالجيها الاول ويكون واكل كويس قبل ما يبدأ يذاكر. لان مثلا لو عنده مثلا لا قدر الله انيميا، الانيميا بتقلل التركيز عند الاطفال. فحاولي تعملي له تحاليل كده وتشوفي هو عنده ايه نقص مثلا في الفيتامينات او ايه نقص في الحاجات اللي ممكن تقلل معاه التركيز في الدراسة قبل ما يبدأ مذاكرة او قبل ما. حاولي تخلي الدراسة كل يوم في نفس الوقت أو في نفس الميعاد تقريبا. ليه؟ لأن ده بيخلي المخ في الوقت ده بيكون استيعابه أعلى ونسبة تركيزه بتكون أعلى. طالما مثلا إحنا كل يوم الساعة 5 هنذاكر، ففي الوقت ده المخ بيبقى عامل حسابه إن كده الوقت ده وقت التركيز ووقت المذاكرة، فبتكون نسبة الاستيعاب أعلى عند الطفل في الفترة دي. وزي ما تخصصي للطفل فترة مذاكرة، حاولي تخصصي له فترة للراحة. حتى لو هتديله نص ساعة في اليوم راحة يعمل فيها اللي هو عايزه، يلعب، يتفرج على كرتون، يعمل حاجة. ما تنسيش برضو ان هو طفل ومحتاج للراحة. كمان نتأكد ان الطفل بينام فترة نوم كافية، اقل حاجة يكون الطفل نايم 8 ساعات متواصلة، لان الطفل اللي مش نايم كويس ما بيقدرش يذاكر وما بيقدرش يركز كمان في الدراسة بتاعته. اخر حاجة بقى وهي انك تقسمي له المهمة او الدراسة. يعني ايه؟ يعني مثلا النهاردة عنده درس، الدرس ده مكون من 4 صفحات. ما تخديوش وتقولوا له ال4 صفحات دول لازم يتذاكروا ولازم يتحفظوا، وانت عندك واجب كتير وعندك مذاكرة كتير، انت مش حاسس بحاجة، انت مش عارفة ايه. لا، حاولي تبسطي له الدنيا كده وتسهلي له الحياة قدامه عشان يقدر يركز ويستوعب الحاجة اللي انت بتديها له. يعني لو 4 صفح تقولي له احنا هنبدأ صفحة صفحة. اول حاجة الصفحة الاولانية لو اتذاكرت وانتي سمعتيها له وحسيتي ان هو فهمها كويس وبقى قادر يجاوبك لو مثلا سألتيه في اي حاجة فيها، نبدأ ننتقل للحاجة التانية. ما تنقليش من حاجة لحاجة او ما تاخديش الكمية كلها مرة واحدة وتحاولي تدخليها في مخه بالعافية. قسمي له الحاجة الكبيرة لحاجات صغيرة عشان يقدر يستوعب معاكي ويقدر يكون تركيزه اعلى فيها.